السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ليه يا دكتور بدات احس بمشاكل فجاه في اسناني رغم انها كانت كويسه فجاه كده. اقول لك، فكره ظهور مشاكل في اسنانك دي ليها كذا عوامل او ليها كذا سبب. ممكن يكون بسبب امراض في اللثه، التهابات في اللثه، ممكن يكون خراجات طالعه لك في اسنانك، ممكن يكون جيوب لثويه، ممكن تكون برضو التهاب في الجيوب الأنفية، مشكلة في الجيوب الأنفية عندك، ممكن تكون نقص فيتامينات، ممكن تكون عوامل غذائية، ممكن تكون توتر، ممكن تكون أسباب كتيرة عندك ظهرت لك فجأة أدت إن حصل عندك الكلام ده. ممكن تكون مشكلة كانت ظاهرة عندك من فترة بسيطة بس أنت أهملتها شوية، بدأت دلوقتي تكبر، فأنت حسيت نفسك إنك بمرور الوقت بدأت تحس دلوقتي إن ألمها أو أعراضها بدأت تزيد. لأن الأول كانت ممكن نغزة بسيطة، ألم مش عارف إيه، كنت أنت بتلاحظ لسانك بيعدي على حاجة معينة كانت فيها التهاب، في حاجة مثلا مكسورة، ساعات تسوس الأسنان برضو أنت بتسيبه بتهمله سنة لحد ما بيقلب بيبقى عايز حشو عصب بدل ما كان حشو عادي، ويبدا يعمل لك الم شديد شديد شديد. فده طبعا كله بسبب الاهمال، فانت لازم تروح للدكتور عشان يحدد لك السبب، وايا كان السبب لازم تبدا في الحل فورا. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.